حكمت المحكمة حضوريا بالإعدام شنقا. اللي في الصورة دي دعاء طلقت راجل من مراته علشان تورثه، بس اللي حصل لها لف حبل عشماوي حوالين رقبتها. محمد 35 سنة من طنطا، موظف بشركة الغزل والنسيج، متجوز من حوالي 10 سنين وعنده ولد وبنت. حياته كانت هادية ومستقرة جدا، خصوصا انهم متجوزين عن حب، ومراته حنان وقفت جنبه في بداية حياتهم من أول ما اتجوزوا في شقة إيجار. ولأنها ست مدبرة كانت بتحافظ على كل جنيه مع جوزها، كانت تدخل جمعيات توفر في اللبس والأكل، رغم إن محمد وقتها كان مسرف جدا وبحب يعيش حياته. بس حنان كانت دايما تمسك على محمد في نقطة المصاريف، وإن اللي هندبقه ونعينه النهاردة هينفعنا وينفع أولادنا بكرة. ومحمد لأنه كان بيثق جدا في حنان كان مسلم لها كل حاجة وكل المصاريف، لأنه عارف إنه لو مسك الفلوس هيخربها بسبب إنه مسرف. وسنة ورا سنة وحنان قدرت تجمع مبلغ مالي، وكل مرة كانت تشتري بيه ذهب كاستثمار. ولأنها كانت ست متدينة جدا كانت دايما تطلع زكاة على الذهب ده علشان ربنا يبارك لهم. ويعدي حوالي 7 سنين لحد لما جمعوا مبلغ مالي كبير. وقتها حنان اقترحت على محمد انهم يشتروا بيت ملك، ومحمد فرح جدا بتدبير حنان، وبفضلها قدرت تجمع المبلغ ده كله. وفعلا اشتروا بيت مكون من 4 أدوار وعاشوا فيه، والحياة ما زالت هادية ومستقرة، وحنان بتحط الجنيه على الجنيه علشان يكبروا البيت أو يشتروا أرض. وعدى كده حوالي 3 سنين كمان، يعني كلهم 10 سنين. لكن المفاجأة إن في الوقت ده محمد كان اتعرف على بنت اسمها دعاء 26 سنة، رايحة تقدم ورق شغلها في الشركة. والبداية لما سألته إنها محتاجة تشتغل حتى لو بعقد مؤقت علشان تساعد نفسها لإنها يتيمة الأب. ومحمد اتعاطف معاها في الأول جدا وحاول يساعدها بكل الطرق. ودعاء كانت أخدت رقم تليفونه علشان لو في أي جديد في موضوع الشغل ويكلمها. ومن هنا بدأ الاتصال والكلام جاب بعضه، ودعاء عرفت عن محمد كل حاجة تقريبا. متجوز وعنده ولدين ومراته ست مدبرة وعنده بيت ملك 4 أدوار وداخل جمعيات ومعاه فلوس. والمعلومات دي كانت كفيلة إنها تقرب دعاء من محمد، اللي شافت فيه إن هو ده الشخص اللي هينتشلها من حياة الفقر اللي عايشة فيها ويخليها تعيش في سعادة وعز طول عمرها. ودعاء قدرت فعلا تعمل كده، وخلت محمد يعجب بيها جدا ويحبها لدرجة انه عرض عليها الجواز العرفي. بس دعاء رفضت وقالت له انها لسه بنت وما دخلتش دنيا، وان عندها استعداد يتجوزوا رسمي، ولو حابب يكون في السر عادي، المهم يكون رسمي، علشان يعني لو خايف على زعل مراته واولاده وعايز يحافظ على بيته. ومحمد لما فكر في الموضوع قرر انه فعلا هيتجوز دعاء رسمي، وكمان هيشهر الجواز، لأنه لو فكر يتجوز في السر كده كده مراته هتعرف بعدين، خصوصا إن المصاريف هتزيد عليه، هيبقى فاتح بيتين. ومراته الأولى حنان عارفة طبعا كل دخله ومفردات مرتبه، ده غير كمان بدل ما يتجوز ويتأجر بره هياخد شقة في نفس البيت ويتجوز فيها، وبكده يبقى وفر إيجار الشقة. وأول حاجة عملها إنه فعلا اتقدم للزواج من دعاء وكتب كتابه، وبعدها قال لها إنهم هيتجوزوا في البيت عنده، بس تديله يومين يمهد لمراته. وفعلا محمد راح لمراته وقال لها إنه اتجوز وعايز يجيب مراته التانية يعيش معاهم في نفس البيت. طبعا حنان في الأول ما صدقتش جوزها وافتكرته بيهزر معاها، بس لما لقت محمد بيتكلم جد طلبت الطلاق على طول، وحصل مشاكل بينهم. وقتها حنان بتسيب البيت وتاخد أولادها وتروح على بيت أهلها وبكل هدوء بتطلب من محمد إنه يطلقها بدون دخول في قضايا ومحاكم، لو عامل حساب لسنين العشرة اللي بينهم. ومحمد علشان حنان ما تعنتش معاه فعلا طلقها واداها حقوقها كاملة، على أمل إن بعد شوية حنان تهدى وترجع له تاني. في الوقت ده دعاء الزوجة التانية راحت البيت وعاشت مع جوزها فيه، وحلفت لا تنسي محمد مراته الأولى وأولاده. وده اللي حصل فعلا. محمد كان مبسوط جدا مع دعاء، لكن كان ملاحظ حاجة غريبة جدا، إن دعاء عكس مراته حنان مادية جدا، بتطلب فلوس على طول، عايزة لبس ومصاريف وفسح. من وقت جوازهم ومحمد مرتبه كله بيخلص أول بأول، وكمان بقى بيسحب فلوس من البنك اللي مراته حنان كانت حطاهم وعاملة بيهم جمعيات، يعني اللي دبقته حنان وحافظت عليه خلال 3 سنين الأخرى دعاء صرفته في سنة واحدة بس، واللي كان تقريبا قد تمن نص البيت اللي هم عايشين فيه. وقتها محمد حس بتأنيب الضمير وإنه ظلم مراته الأولى، علشان كده قرر إنه يكتب البيت باسمها واسم أولاده، وفعلا راح وسجل البيت باسمهم من غير مراته التانية دعاء ما تعرف حاجة. ويعدي حوالي سنة كمان والفلوس قلت تماما في إيد محمد وبقى يستلف. ووقتها دعاء فضلت تزن على محمد يبيع البيت اللي هم فيه ويشتروا شقة صغيرة على قدهم ويحطوا باقي تمن الفلوس في البنك يصرفوا منها. بس محمد رفض، لأن البيت أصلا ما بقاش بتاعه،
بس من كتر زن دعاء عليه في بيع البيت، محمد اعترف لها إنه كتب البيت كله باسم طليقته وأولاده. في اللحظة دي دعاء اتجننت وطلبت منه إنه يتراجع عن بيع البيت، بس محمد رفض. وقتها دعاء حست إنها خسرت كل حاجة، علشان كده قررت إنها تنتقم منه، لأنها حست إن محمد خدعها ومش عايزها تورث منه لو حصل له حاجة يعني، ومات. وقررت إنها تتخلص منه، وزي ما حرمها من بيته هي هتحرمه من الحياة كلها. وفكرت إنها تخلي الجريمة دي بدون ولا نقطة دم، وفي نفس الوقت تبان طبيعية. وفعلا خططت كويس جدا، ونزلت الصيدلية اللي موجودة في نفس المنطقة عندهم واشترت منها أقراص مخدرة، واستنت الوقت المناسب اللي هتنفذ فيه الخطة. وده الوقت اللي محمد فيه كان تعبان بدور نزلة شعبية حادة. وقتها دعاء قالت له إنها جابت له دواء من الصيدلية وهيبقى كويس عليه. وكان محمد كل ما يطلب تجيب له الدواء، دعاء تديله الدواء المخدر على أساس إنه هو العلاج، وخد الجرعة من هنا ومحمد مات من هنا. وقتها دعاء انهارت واتصلت على أهل محمد وقالت لهم إن جوزها أغمى عليه ويجوا علشان يشوفوه. الأهل وصلوا معاهم الدكتور، وبالكشف على محمد الدكتور لقى الوجه شاحب، زرق حوالين الفم، بقايا رغاوي حوالين فمه. فواضح كده من المعاينة المبدئية إن ده تسمم مش وفاة طبيعية. والدكتور شك في وجود شبهة جنائية ورفض يطلع تصريح الدفن، وبلغ رجال الأمن، ووصلت الشرطة والإسعاف وتم تحويل الجثة للطب الشرعي. التقرير أكد إن سبب الوفاة هي مادة سامة. وبعد التحريات أكدت إن الزوجة اشترت حبوب مخدرة من الصيدلية اللي جنب البيت، ومواجهة الزوجة بالأدلة اعترفت إن هي اللي قتلته انتقاما منه لأنه كتب البيت باسم طليقته وأولاده منها. وبعد التحقيقات والمحاكمات وفي عام 2016 قرر رئيس محكمة جناية طنطا بإعدام دعاء بعد قتلها جوزها مع سبق الإصرار والترصد. سبحانه وتعالى قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رغم خطط دعاء لكن الحق برضه رجع لأصحابه، والبيت رجع لزوجته الأولى وأولاده. أما محمد فباع الغالي واشترى الرخيص، ونهايته كانت على إيد الرخيصة اللي اشتراها. ودعاء أخدت جزائها بسبب طمعها،